كولر خلاص انت بقيت هنا. يعني انت عند الخطيب دلوقتي بقيت هنا. لو عطس هينطرك. يعني مش كولر بس، الاهلاويه كلهم خلاص هم جايبين اخرهم منك. يعني انت بدأت الماتش كويس، وكنت بادئ بتشكيل كويس، وكنت ند بالند لبيراميدز وهم كاملين العدد. ولو انت كنت كملت زي ما انت وهم طرد منهم واحد، كنت ممكن تكسب الماتش. لكن تقول ايه على التغييرات الغبية اللي انت عملتها مش كلها يعني، عشان بس ايه ما اظلمكش. بس الماتش ده كان لازم قفشه ينزل، ومن بدري، من اول ما طرد منهم واحد. ومش مروان عطية اللي يطلع، كان اكرم توفيق اللي يطلع. لان مروان عطية يعني هو لو هو 6 والفرقة اللي قدامه كلها تحت الكورة، بيتحول 8 بشكل لا ارادي. يعني هو بيلعب، يعني هو بيبقى لعيب 6 وهيقطع لك الكور والهجمات المرتدة اذا وجدت، بس بطبيعة رقم 8 والفرقة اللي قدامك كلها واقفة تحت الكورة ومستنية الكورة الطويلة، مستنية الكورة العالية. فكنت هتكسب لعيب 8 قدام فرقة ما بتهاجمكش خلاص. هم بيحاولوا ان هم يطلعوا بقدر الامكان 0-0 واستسلموا لنتيجة الماتش. إذ فجأة الشيبي يعود لبيراميدز بهدف ولا اروع. فبقى انت قدامك المشكله بقت 2، ان انت عايز ترجع للماتش ده رقم 1. رقم 2، انت الفرقه اللي قدامك متعادله وناقص منها 1، وانت كامل العدد وزياده عليهم، فلازم تكسب. يعني انت الاول عارف، انت عارف لو الماتش ده 11 ضد 11 من اول الماتش لاخره، كان جماهير الاهلي هتبلعها لك، كانت ممكن تعدي. انما هيقولوا فرقه كبيره، وبيراميدز فرقه كبيره ولعيبه كتير كويسه وسكواد عالي ومش عارف ايه، مع اني مش مقتنع بالكلام ده، بس ماشي يعني، ده الكلام اللي داير. اهو يبقى 11 ضد 11، الظروف الماتش واحده. لكن انت ظروف الماتش مش واحده من اول دي حاجه و60. اركب بقى. لكن انت بص يا كولر، يعني انت خلاص، انت يعني هي الناس خلاص مش قادره تستحملك اكتر من كده. انت اي تعادل، مش هقول لك لو كسبت بس بأداء وحش عشان دي مش هتحصل، بس لو اتعدلت، حتى لو كنت ماسك الفرقه اللي قدامك داعكها، بس اتعدلت، انت خلاص، انت باي باي. هم اصلا من دلوقتي في النادي الاهلي بيفكروا وبيجهزوا اللي يجيبوا مين بديل للكولر، عشان مش خلاص هم مش مقتنعين بيك، وخلاص هم عايزين يجيبوا مدرب قبل كاس العالم للانديه ياخد على الفرقه وياخد على ويمرن الفرقه تمرينتين 3 4 ويلعب الماتشات اللي باقيه من الدوري. فانت خلاص، انت لو اتعادلت الماتش اللي جاي انت بره الاهلي. واعتزل بقى من دلوقتي، انت مستني كاس العالم للانديه تخش تلعب مع الاهلي كاس العالم للانديه وتعتزل التدريب؟ لا، هتعتزل قريب. لو انت اتعادل بس ماتش، هتتنطر نطره ما بعدها نطره، هتخليك تعتزل. في حاجه انا تخمين مني انا، ما اعرفش بقى ده صح ولا غلط، ان لجنه الانضباط او اتحاد الكوره مستنيين نتيجه الماتش دوت، وكان على اساسه هيطلعوا القرار بتاع يا اما يقبلوا تظلم الاهلي ويخلوا ال3 نقط اللي في الاخر مش هيتخصموا، ولا لا. لو كان الاهلي كسب النهارده، كان وش ال3 نقط بتاع اخر الدوري مش هيتخصموا. ليه؟ خلاص الاهلي كان كده بينافس بنسبه كبيره في ان هو ياخد الدوري، ولو كان كسب النهارده كان هياخد الدوري الاهلي. لو بيراميدز كسب، كان هيطلع القرار بان الاهلي هيتخصم منه 3 نقط ايه بتوع اخر الدوري. ليه؟ خلاص الماتش هيبقى الدوري انتهى اكلينيكيا، والفرق وسع بين بيراميدز والاهلي ب6 نقط. فخلاص مش 6 من 9، مش فارقه، خلاص الدوري بيروح كلها 5 ماتشات والدوري يخلص. لكن كده يبقى الوضع كما هو عليه. انا مش عارف اتوقع بصراحه ان لجنه الانضباط او اتحاد الكره هيطلعوا قرار بايه. يبقى الوضع كما هو عليه. وانا شايف من وجهه نظري دلوقتي الدوري 60% للاهلي رغم التعادل 60% الاهلي 40% بيراميدز لغايه دلوقتي، لغايه ما انا بعمل الفيديو. ماليش دعوه بالماتش جاي ايه لسه.
بس لغايه دلوقتي 60% الاهلي 40%، لان بيراميدز لعبت فيه لعيبه مصابه، وفي لعيبه خدت طرد واتوقفت. وبيراميدز الدكه بتاعت، بص دي ركز فيها كويس جدا، الدكه بتاعت بيراميدز اضعف من الدكه بتاعت الاهلي. الاساسي هنا والاساسي هنا يعتبر متساويين في كل مركز، لكن الدكه بتاعت بيراميدز اللعيب اللي ينزل يغير الماتش في ظروف ماتش متعقربه، او يكمل مكان لعيب اساسي اتصاب او اتوقف او ايا كان، اللي يكمل في بيراميدز مفيش، على القد. لكن الاساسي والاحتياطي بتاع الاهلي يكملوا. النهارده كان ممكن الاهلي يكسب بكل سهوله بعد طرد مهند لاشين الظلم. انا والله بتكلم بكل امانه قسما بالله، ما ليا دعوه باهلي ولا بيراميدز ولا الزمالك، ولا انا بتكلم في حاله كوره. دي فاول على مهند لاشين ماشي، مع انها بره دي ما بتتحسبش، بس خلينا ماشي احنا دي تتحسب، بس مش انذار. والله بامانه فاول ماشي يا عم، مش مشكله ممكن تتحسب، بس مش انذار. وفي كوع وانذار تاني على اشرف داري، ويطردوا ضربه جزاء لبيراميدز من اول الشوط الاولاني ما اتحسبتش، ومع ان في فار. ده حتى يعني الراجل اللي قاعد على الفار ما شكش للحظه، وخلى الحكم يرجع يبص على قراره تاني. انا ما اعرفش الحكم ده جايبينه منين، الطاقم التحكيم ده جايبينه منين. في الاعاده واضحه جدا، المخرج عادها مره، في الاعاده واضحه جدا كوع اشرف داري في وش احمد سامي، انذار تاني وطرد، ويبقى الماتش يتقلب على الاهلي من اول الشوط الاولاني، من اول دقيقه 35. لكن على اي حال ده اللي حصل النهارده في الماتش. الاهلي فرط في مكسب، مش هقول لك سهل، بس يعني كان عادي ممكن يكسب، وكان بس هو يعني الفايده النهارده ان هو عطل بيراميدز. بدل ما بيراميدز كان يسرح ب3 نقط زياده ويبقى 6 نقط الفرق، اهو عطله وخلى الوضع كما هو عليه، هو كسب نقطه وخسر بيراميدز نقطتين تانيين. كده هيخلي الدوري يولع الفتره اللي جايه بين الاهلي وبيراميدز، مين اللي فيهم اللي هياخد الدوري لسه النتيجه مش معروفه. عايز اقفل بقى ايه حته الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز، ونتكلم على الحته اللي موجوده في عنوان الفيديو. مين المطرب اللي كان يعني، عشان بس النغمه اللي طالعه دلوقتي، اصل ايه الاهلي كان بيعلي على الزمالك وخلاص، ولبسه الونش لعيب اصلا منتهي واحنا ما كناش عايزينه، ولبس الونش، لبس الزمالك في 30 مليون في السنه للونش ومش عارف ايه، وبدل ما كان بياخد 8. هقول لك ايه اللي حصل. المطرب اللي كان رايح وبيقنع الونش، واللعيب اللي كان موجود في الزمالك كان بيحاول يقنع الونش، المطرب هو محمد حمائي. معرفش حمائي، خليك انت في ناويها، وخليك في مش عارف ايه، وروح اغني اغاني رومانسيه، روح اغني اغاني حزينه، روح اغني مهرجانات. لو انت مش لاقي حاجه تعملها روح اغني مهرجانات. انت مالك انت ومال ام الكوره ومال ام اللعيبه؟ ما تشجع يا عم الاهلي. انا عمري ما شفت، يعني انا ما شفتش لا مطرب لا اهلاوي ولا زملكاوي قبل كده يروح يكلم لعيب في مكان عشان يروح الاهلي. انا اول مره اشوف كده بصراحه حمائي. يعني انا اللي اعرفه، انت ممكن كمطرب او كموزع او يعني عندك عزيز الشافعي، زملكاوي جدا، مجرم زملكاوي جدا، اقصى حاجه بيعملها ايه؟ بيعمل اغاني للزمالك. لكن عمره يروح يكلم لعيب، عمره يروح يتفاوض مع لعيب، يلعب في دماغ لعيب عشان يروح يلعب في النادي الاهلي. وايه لعيب يعني مثلا، ما يا ريته مثلا ايه عايز يشتغل مدير تعاقدات، طب روح كلم لعيبه ثانيه، لعيب في الزمالك. طب مين اللعيب بقى التاني؟ زيزو وابوه. ليه زيزو وابوه؟ عشان انا مش هتدرب لوحدي، او انا مش هشتم لوحدي، لا انا عايز حد وكمان ايه، واحد من كباتن الفرقه يجي معايا الاهلي عشان اخف الضغط من عليا. يبقى مش كل ماتش بقى جمهور الزمالك قاعد يقول زيزو زيزو زيزو، لا يعني شويه زيزو وشويه الونش. وفعلا الونش طلع رجوله، وطلع عنده اصل، لان العروض
وتركي الشيخ لما نزل صوره الونش الابيض وقال الونش كان بيعمل اسقاط على محمود حمدي الونش بتاع الزمالك، ده حقيقي. تركي الشيخ بعت مندوب بمليون دولار قدام الفندق اللي كان قاعد فيه الونش، وكان قاعد مستني الونش علشان يمشي الونش من الزمالك ويوديه الاهلي. ده حقيقي، الكلام ده حقيقي وحصل. لكن الونش عمل باصله ورجع في السنتين، عشان انا بالنسبه لي دي كانت هتبقى اوسخ من زيزو. يعني شوف زيزو اللي الناس هتموت منه وازاي يسيب الزمالك ومش عارف ايه، زيزو كان عطانا 4 سنين، ادى الزمالك كتير، 4 5 سنين ادى الزمالك مجهود وبطولات وياما خلص ماتشات. انا مش هنسى ولا يعني مش همسح باستيك عشان اروح الاهلي او هغير كلامي، لا هو زيزو كان لعيب مهم. ولغايه السنه اللي فاتت، مش السنه دي، لغايه السنه اللي فاتت كان احسن لعيب في مصر. السنه دي هو امام عاشور اللي هو خلص الماتش للاهلي النهارده بالمناسبه، مش احمد رضا. عمل للزمالك وخلاص، هو وصل لطريق مسدود مع الزمالك ومش حابب يكمل مع الزمالك فمشي. لكن الونش من ال6 سنين اللي انت لعبتهم او 7 سنين يا ونش، انت جيت امتى يا ونش؟ انت جيت 2018، يعني قعدت حوالي 7 سنين. في سنتين او سنتين ونص منهم، سنتين ونص يعني ده عقد لعيب كامل، عقد ده عقد بن شرقي، سنتين ونص بتتعالج. النادي بيعالجك والجمهور واقف وبيعالجك، والجمهور واقف في ظهرك وبيناديك كل ماتش. واول بس ما حطيتك في الملعب على الهيصه اللي حصلت في الماتش، انا فاكر ماتش غزل المحله اللي كسبناه 4 مش عارف ولا كام، الجمهور كله في نفس واحد الونش الونش الونش، وكل ماتش بيدعمك وكل ماتش مستنيك رغم اخطائك اللي انت يعني والفورمه القليله اللي انت فيها. الجماهير واقفه وراك وبتساندك ومستنياك ترجع على امل ان انت ترجع لمستواك. تيجي انت كل دوت تروح تقعد مع الاهلي؟ طب يا اخي انت عايز فلوس؟ لو انت عايز فلوس، لو كلمت بس عملت كده بس البيراميدز هيجيلك، لان انت احسن من اي مدافع عندهم. او الخليج يا عم، روح الخليج، اي اقل فرقه في السعوديه ولا في الامارات ولا في قطر هتديك $500,000 او $700,000، يعني بما يعادل مثلا 30 مليون جنيه اللي انت عايزه، بس من غير ما تكسر قلب الزملكاويه وقلب جمهور الزمالك اللي عملك واللي وقف معاك في مرضك وفي تعبك وفي اصاباتك واستحملك في بدايتك اللي كانت زي الزفت. مش هغير كلامي، لكن يعني انا كنت لازم، انا معلش انا لازم اقول لك الكلمتين دول، ولازم تسمعهم وهتسمعهم من اي زملكاوي غيري او اي حد تاني. لكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله اللي انت رجعت لصوابك وحكمت عقلك ومشيت في الطريق الصح. وجمهور الزمالك زي ما شتمك الماتش اللي فات هيرجع يشجعك تاني وهينادي عليك تاني وهينادي عليك وهيقول لك يا محمود يا ونش، وهتروح تسقف لهم وهيسلموا عليك وهتسلم عليهم زي ما ياما وقفوا معاك وصندوق وسلموا عليك ووقفوا جنبك وقت تريقه المدافعين والمهاجمين بتوع الاهلي عليك من كام سنه فاتت، لغايه ما بقيت محمود حمدي الونش احسن مدافع في مصر وفي افريقيا لغايه قبل ما تتصاب. كنت اجمد واقوى مدافع في افريقيا، وكانت العروض عليك زي الرز. انت فعلا زي ما قال اخوك في البوست اللي نزله، انت تنازلت عن كتير من الفلوس والاغراءات علشان انت عندك اصل وعملت باصلك وشايل جمهور الزمالك وشايل جميل جمهور الزمالك اللي شالك واللي عملك واللي لسه هيشيلك تاني وهيقف في ظهرك تاني طالما انت اخترت. بص يا ونش، بص يا لعيبه مصر، اي لعيب اللي بيراهن على الجمهور وعلى مساندة الجمهور وحب الجمهور ليه بيركب بقيت عمره على اي حد من اللعيبه اللي اختارت الفلوس. فانت ماشي، ده اخر عقد ليك، فانت حقك ان انت تطلب، يعني يعتبر اخر عقد. انت عندك 30 سنه، 29 30 سنه، فاضل لك اخر 3 سنين في الكوره مع الاصابات، انت عمرك مش هيطول اكتر من كده. فمبروك عليك
انت مش على الزمالك بس، لا مبروك عليك انت ان انت جددت في الزمالك بمبلغ محترم كويس جدا يليق بيك ويليق باسمك ويليق بتاريخك، ويأمن لك كام سنه اللي جايين اللي في عمرك. لو في حد بيسأل دلوقتي انت اشمعنى حمائي وجبت المعلومه دي منين، يا جماعه حمائي صاحب زيزو، صاحب قصدي الونش واحمد فتوح. انا بقول لك بالاسامي اهو، حمائي صاحب الونش واحمد فتوح وزيزو، يعني في علاقه صداقه بينهم او في صحوبيه بينهم. فبحكم كده ان هو اهلاوي وفي صداقه بينه وبين الونش، فكلمه ان هو يروح الاهلي، كان من ضمن الاسباب. هو والمندوب السعودي اللي كان تركي الشيخ بعته بمليون دولار، يعني 50 مليون جنيه او 55 مليون جنيه، كان منح تعاقد غير عقده مع الاهلي 30 مليون جنيه في السنه. فكده الونش تنازع عن كام من الاخر؟ ادي 50 مليون، وكانوا 90 مليون في 3 سنين، يعني 140 مليون جنيه في 3 سنين. هو الونش هياخد بتاع 80 مليون جنيه بس. يعني 80 مليون، بدل يعني اتنزل عن حوالي 60 مليون جنيه، او اتنزل يعني يقول يا عم اتنزل عن مليون دولار اللي كان جاي له ايه منحه. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله اشوفكم بكره بعد ماتش الزمالك وحرس الحدود في الدوري، وان شاء الله نحلل الماتش، واتمنى دايما دعمكم واشتراككم في القناه. السلام عليكم.